بيجي لي التعليقين، يعني بيجي لي انا مش فاهم منك ولا كلمه، بيجي لي واحد تاني يقول الكورس بتاعك عظيم، فاهم؟ فهي بتبقى اسلوب انستراكتور يعني بالظبط. وبتختلف من شخص للتاني، وانت ممكن تفهم من شخص وما تفهمش من شخص تاني، ودي حصلت معانا وبتحصل معانا كلنا يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وايه الاخبار يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد مع بعض ومختلف، طبعا انتم مش متعودين ان انا اظهر معاكم بوشي، بس دي كانت فرصه سعيده يعني. ما قابلتش سامي تقريبا بقالنا اكتر من سنه، فيعني جت الفرصه كده وقلنا ايه، نتقابل في التجمع كده واحنا موجودين احنا الاثنين فيه، فقلنا نعمل فيديو كده على السريع، وممكن نقلبها سلسله يعني، تبقى بلاي ليست عندنا هنتكلم فيها، او هتبقى عباره عن اسئله انتوا هتسالوها واحنا هنرد عليها وهنبتدي. بالظبط. مساء الفل يا شباب، ايه الاخبار؟ باذن الله يعني تكون الامور بخير. احنا اول حاجه بس بنعتذر عن الصوت، هو احنا قاعدين اصلا في كافيه في مكان عام، الموضوع ما كانش مرتب شويه يعني. بس قلنا خلاص بما اننا بقالنا فتره ما اتقابلناش يعني، فليه لا ما نعملش فيديو نجاوب فيه حتى على الاسئله، خاصه يعني بتاعت الناس البيجنرز، وهي بصراحه اسئله مهمه وكريتيكال قوي وتنفع لاي ليفل. بس بنعتذر عن الصوت، هو شويه عالي، بس باذن الله يعني الموضوع هيكون مفيد، هيغطي على كل ده. وهو غير مرتب خالص، احنا حتى لسه كاتبين الاسئله يعني. تمام. فحتى ممكن نبتدي يعني فلو كده ونشوف الاسئله، وعبد الله حتى يكمل يعني. اللي عنده طبعا اسئله في الكومنتس دي يعني، احنا هنبتدي بالكام سؤال دول، واللي عنده اسئله اكتر في الكومنتس ممكن يكتبها وهنجمعها، ممكن نعمل فيديو تاني بيها ان شاء الله باذن الله. هنبتدي اول سؤال مع بعض. السؤال بيقول: انا شفت كورس مثلا فلاتر وخدت الكورس كامل من اوله، من اول الاساسيات، من اول البيزكس بتاعه البروجرامنج بتاعه الدارت، لغايه لما عملت اكتر من بروجكت عملي جوه عندي في اللي موجود عندي تبع الكورس، اي كورس انت بدات فيه يعني. امتى اكون جاهز ان انا اقدم في شركه او على وظيفه؟ يعني ابدا انت يا سمير. طيب انا شايف ان انت كفلاتر ديفلوبر، خلاص هنفترض مثلا انت خدت كورس ما مثلا مع باشمهندس عبد الله وخلصت كل هو طبعا اي انستراكتور او غالبا في الاغلب يعني بيكون شغال في شركه وبيكون مستواه كويس، فبيكون عارف ايه التوبكس الاساسيه اللي اي فلاتر محتاجها عشان يبتدي اصلا يشتغل في شركه. فغالبا لو انت واثق في الانستراكتور بتاعك هتبقى كل التوبكس المشروحه هي فعلا اللي انت محتاجها عشان تبتدي في شركه. تمام. فجوست ان انت اتعلمت، هبتدي ادي هايلايتس بس على حاجات معينه، ازاي تتعامل مع النتورك، ازاي تتعامل مع اللوكال ستورج، عرفت فلاتر فاندمنتالز وبيزكس كويس قوي، وعرفت طبيعه حتى الفريم ورك بشكل عام قبل كل الكلام ده. يعني مثلا فلاتر شغاله ازاي، دارت مثلا هي اسينكرونس بروجرامينج لانجويج، ولا مثلا فلاتر هي سنجل ولا مالتي ثريد. قبل كل ده طبعا لازم تعرف طبيعه الفريم ورك بتاعك يعني، والهايلايتس اللي انا قلتها. وزي ما قلت لك، انت لو واثق في الانستراكتور مثلا انت شفت معاه الكورس، غالبا بتبقى خارج بعدها جاهز، دوب بس بتعمل كام مشروع عملي وخلاص يعني. انا ببقى شايف كده يعني. هو طبعا كل الكلام اللي قاله سامي صح. انت طبعا كملت الكورس، وطبعا مش شرط يبقى الكورس بتاعي زي ما سامي قال يعني. يعني في ناس ممكن ما تفهمش مني ولا كلمه خالص، وفي ناس ممكن تفهم كل حاجه يعني. انا بيجي لي التعليقين، يعني بيجي لي انا مش فاهم منك ولا كلمه، بيجي لي واحد تاني يقول الكورس بتاعك عظيم، فاهم؟ فهي بتبقى اسلوب انستراكتور يعني بالظبط. وبتختلف من شخص للتاني، وانت ممكن تفهم من شخص وما تفهمش من شخص تاني، ودي حصلت معانا وبتحصل معانا كلنا يعني. هو بمجرد انت ما تخلص كورس كامل، انت خلينا نقول التوبكس الاساسيه زي ما قلنا، بتعرف تعمل ويدجت، تقدر تحول تصميم جاي لك فيجما لويدجت يو اي عندك، او سكرين موجوده عندك في فلاتر. نتوركينج، ستيت مانجمنت، مش لازم كلها يعني، لو عارف ستيت مانجمنت واحده وليكن البلوك او الكيوبت. اتعاملت بيزكس جوجل مابس. طبعا قلت نتوركينج ولا نتوركينج برضه لوكال ستورج. لو انت عملت دول وعملت كام بروجكت كاملين انت قادر تحطهم في السي في، ابدا كمل وابدا كمل. خلينا نقول مش لازم تدخل تشتغل يعني ممكن تدخل تدريب حتى لو حاجات فريلانس صغيره عادي. الفريلانس في الاول بيبقى صعب يعني، فكره انك تدخل بمنافسه يعني في المنافسه بتاعته فرصه بتاع كويس برضه. فخلينا باختصار، انت خلصت الكورس ابدا قدم يعني، ظبط السي في بتاعك وابدا قدم بالنولج اللي عندك. في حاجات هينفع تكمل بعد لما تخلص، وفي حاجات لا بعد ما تدخل شركه اقصد، وفي حاجات مش هتنفع يعني. في حاجات ما ينفعش مثلا تدخل شركه وانت مش عارف يعني ايه نتوركينج وما عملتش اكزامبل الاي بي اي مثلا. هتلاقي واحد تاني تخش وانت مش عارف مابس مثلا. يعني هتلاقي واحد تاني داخل وبيقدم معاك وعارف الحاجات دي، فبالطبيعي هو هيتقبل اكتر.
ومثلا مابس انت مثلا مش عارف، انت شايف ان هو عادي انا لسه ببدا وممكن ادخل تدريب وكده، هتلاقي واحد غيرك برضو مقدم على نفس الانترنشيب دي وعارف مثلا جوجل مابس وعارف حاجات متقدمه، هيقبلوه هو. في الفتره اللي احنا فيها دي بالذات مع كميه المعلومات الكتيره بقت المنافسه اصعب شويه. ف يعني حاول على قد ما تقدر تلم نولج، بس بمجرد ما بتخلص قدم. يعني الصراحه يعني الفكره الاساسيه انك تدخل شركه من الاخر، يعني ادخل شركه حتى لو بمرتب تعبان، الشركه وحشه بس خد الاكسبيرينس، اعتبر نفسك انت اللي بتستغلهم مش هم اللي بيستغلوك في الاول، وكلنا حصل معانا كده يعني. فهي دي اجابه السؤال الاول باختصار. وحاول برضو لو انت بتدور على وظايف تبقى المشاريع اللي في السي في غير المشاريع اللي في الدوره، لان غالبا مشاريع الدوره بتكون كلها مكرره، يعني نوتس اب، ويزر اب، الحاجات دي عامه. حتى في الفلتريشن يعني اي حد مثلا بيدور على فلاتر ديفلوبر حتى لو جونيور في الاول، غالبا اول ما يلاقي الحاجات دي في السي في عنده بيتفلتر. فانت حاول حتى تشوف مشاريع تانية مختلفه. تقول لي هجيب منين مشاريع؟ هو ده سؤال طبعا موجود يعني، وممكن حتى لما نوصل له اقول لك ازاي ممكن حتى تشوف مشاريع او ازاي تجيب فكره وازاي تستمر فيها وهكذا. بس اهم حاجه دايما ان المشاريع اللي انت عاملها عندك في السي في يا ريت قوي تكون حاجه مختلفه عن اللي انت خدتها في الكورس، يعني لان هي غالبا بتكون مكرره. حاجه مثلا انت خدتها في انترن فعلا، حاجه انت عملتها انت واحد صاحبك فريلانس، حاجه انت يعني عملت سبورت فيها مع حد زميلك برضو، حتى في تيم تطوعي في الكليه. بس اهم حاجه ما تكونش الحاجات اللي في الدوره، يعني غالبا بتتفلتر وبتبقى اوت يعني. تمام. تاني سؤال يعتبر يعني تكمله للسؤال او احنا جاوبنا عليه، هل لازم اكون ملم بكل حاجه عشان يعني عشان ادخل الشركه؟ زي ما احنا قلنا لا، الحاجات الاساسيه اللي احنا اتكلمنا عليها. يعني انا لما بيجي لي في الشركه اللي انا فيها حد انترنشيب جاي جديد، عادي جدا يكون مش عارف حاجه، يعني عادي يكون ما استخدمش بيمنت جيت واي قبل كده، ما يكونش رافع مثلا برودكشن، ما يكونش رافع فعلا على البرودكشن، ولو ان دلوقتي ممكن يعني اتصرفوا مرفعهم يعني لان هو دلوقتي الشركات للاسف يعني نتيجه المنافسه الشديده بقت بتحط يعني ايه ليميتيشن او يعني حاجات انا عارف انها صعب عليك كجونيور تكون عملتها. يعني مثلا انا هرفع جوجل بلاي من ان انا معيش اكونت بالظبط، فاعمل كونكشنز مع ناس، شوف واحد صاحبك معاه اكونت، شوف الخطوات على الاقل، خلي ابسط حاجه او اخر حاجه انت مش عارف تعملها ادخل تشوف فيديو بيقول لك ازاي ترفع عشان تقدر تتكلم، تقول له انا ما رفعتش قبل كده لكن انا عندي مثلا النولج دي، انا عارف ازاي من اول لما اساين كي واعمل اللي هو جي كي اس كي وفي البروسيس كامله، يعني لغايه ما ارفع على الستور وابدا ابلود الباندل بتاعي واعمل له سبميت. وكذلك طبعا على الاي او اس او الهواوي لو انت عاوز ترفع على الهواوي يعني اب جاليري. طيب تالت سؤال، اتعلم فلاتر منين او ازاي؟ يعني برضه تمشي كده، فلاتر منين او ازاي؟ هو زي ما قلت لك انت بتشوف انستراكتور الناس بتتكلم عنه كويس، يوديمي او اوف لاين، على حسب انت بتذاكر ازاي. يعني انا من الناس مثلا بحب اذاكر اكتر اونلاين، فكنت دايما بستعمل يوديمي. انا ممكن اقول لك انا تجربتي، انا كنت شفت كورس من اكتر من 3 سنين ونص مثلا، والكورس ده خلصته بس انا كنت بلتزم بيه قوي. انا كنت بحب اكتر اقرا الدوكس، اقرا في تريك بحبها قوي وشايف دي اكتر حاجه افكتيف بالنسبه لي في طريقه التعليم عامه، مش شرط فلاتر بس، ان انت تقرا مشاريع الناس التانية، تقرا مشروع كامل، تشوف الشخص ده اشتغل ازاي، خاصه لو هو اعلى منك خبره. هتشوف السيكونس ماشي ازاي، الاستراكشر ماشي ازاي، هو بيعمل دي ازاي كبيست براكتس، خاصه بقى لو شخص برضه انت واثق فيه، هو مثلا اعلى منك خبره سنتين ثلاثه وواثق فيه كمان، عارف ان هو شاطر، عارف ان هو ماشي باستراكشر كويس. فدايما عينك تبقى على مشاريع الناس التانية، بجد دي اهم حاجه انا شايفها في انك تتعلم اي حاجه عامه، اي فريم ورك، اي تول بشكل عام يعني. بجانب انك يبقى عندك طبعا خلفيه مهمه زي ما قلت لك كورس اوف لاين او اون لاين، بجانب ان انت عينك طول الوقت على مشاريع الناس التانية هتفيدك بحاجتين، ان انت هتبقى دايما مطلع على حاجات كتير، ثانيا حتى بعد كده لو جالك مشروع حد كان شغال فيه وانت مثلا خلاص هتكمل وراه، هيبقى الموضوع سهل، هتبقى عينك خلاص واخده على الموضوع وهتبقى سريع جدا يعني. فانا شايف دي بالنسبه لي اهم تريك ان انت تتعلم اي حاجه، ان انت دايما تشوف حاجه كامله وخلصت وبرودكشن وتشوفها هتعمل فيها ازاي، خاصه لو حد اعلى منك خبره وشاطر. يعني ان السؤال ده بالنسبه لي انا فلاتر بدا معايا ازاي؟ يعني هو كان انا اصلا كنت قبل فلاتر كنت شغال جيم ديفلوبمنت، وبعدين فضلت فتره كده قعدت اقرا في اكتر من فيلد واكتر من حاجه لغايه ما جه فلاتر. انا اتعلمته باي لاك يعني، كان فريم ورك جديد طالع وكده فبدات اقرا منه، كان تقريبا كورس ماكس. هو كان انجلش لان انا كنت متعود ان انا اسمع حاجات انجلش، بس عادي انت لو انت عاوز تتعلم حاجه عربي عشان المعلومه توصل لك اكتر في الاول ما فيش مشكله طبعا، ممكن تشوف اي حد يعني انت تقدر تفهم منه وان شاء الله تكمل عليه الكورس.
وممكن برضه لو انت مش عاوز تشوف حاجه مدفوعه على يوديمي او كده، لو ما قدرتش توصل حتى لحاجه مجانيه، تبدا تقسم. يعني تبدا تدخل مثلا على اي كورس يوديمي. انا اقول لك تريكايه، ادخل على اي كورس يوديمي جايب الرود ماب كامله، وابدا ادخل على اليوتيوب، بمسك مثلا وليكن اول حاجه هي البيزكس بتاعت الدارت، ادخل على اليوتيوب ببحث على بيزك الدارت اتعلمها. ادخل على الاو او بي مثلا اتعلمه دارت، شوف بلاي ليست على اليوتيوب عاملاها. حد بدا يشرح بقى في الويدجتس بتاعت فلاتر، ادخل على اليوتيوب خدها. فبحيث انت هتبقى ماشي على نفس الرود ماب بتاعته، وفي نفس الوقت لان انت في الاول يعني ممكن ما يكونش معاك القدره الماديه ان انت تشتري كورس او كده، فزي ما قلت لك يعني توازي، تشوف بس الرود ماب من الكورس اللي بيشرح كل الحاجات دي، وتوازيها على اليوتيوب بالبلاي ليست اللي موجود عليه. بس مش هزود حاجه عن كده يعني. اسال انت يا سامي بقى. ماشي. الاقي مشاريع اتعلم عليها فين؟ طيب هو اول حاجه المشاريع اللي بتكون في الكورس اللي انت بتشوفه، برضو الانستراكتور بيكون موفر لك مجموعه مشاريع، وبيكون موفر لك طبعا كوليكشنز ممكن تتعلم عليها. في دلوقتي حاجه اسمها فيك اي بي ايز، بتبتدي انت اصلا تكستم الريسبونس بتاعك، ولو انت عايز يعني حاجه تعمل مشروع كامل على مزاجك، انت دلوقتي في كاستمايزيشن كويس قوي يعني. في حاجه برضو انا شايفها، لو انت لسه في الكليه التيمات التطوعيه حلوه جدا. انا من الناس مثلا ما دخلتهاش بصراحه، ما كنتش مقتنع بيها وكنت شايف بضيع وقت يعني، بس ممكن بعد ما اتخرجت كنت شايف ان هي هتبني كونكشنز حلوه، وهتلاقي مشاريع حلوه، وهتلاقي وممكن اصلا كده بالكونكشنز دي تلاقي مشروع حلو برضو تجوين فيه، فيبقى انت عندك كده مشاريع اوريدي بتتعلم عليها وبتشتغل بيها كمان. انا برضو شايف في حاجه عشان تخليك بس تستمر يعني، ممكن تلاقي فكره شايفها عندك شغف بيها شويه، ولو ملهاش ديزاين حط لها انت ديزاين حتى لو ديمو من عندك، وشوف حد صاحبك مثلا بيتعلم باك برضو لسه في الاول زيك كده، واشتغلوا في الفكره دي. بس اهم حاجه يكون عندكم شغف ليها عشان بس تعرفوا تستمروا يعني. وممكن يبقى ده برضو انت مشروع تتعلم عليه وتضيفه برضو في السي في ويبقى مختلف يعني، وصاحبك كده كده باك هيطلع لك كوليكشن واي بي ايز جاهزه وتمام يعني، هتشتغلوا انتوا الاثنين. بس اهم حاجه يكون عندكم شغف ليه عشان تعرفوا تكملوا، حتى لو شايفين ان هو ممكن يدخل لكم ربح بعد كده. في البدايات طبعا بتبقى اي حاجه من دي انت بتبقى محتاجها يعني، اي سبورت عامه باي طريقه بتبقى محتاجه يعني. بس فانا شايف من التيمات التطوعيه، من الانستراكتور هيوفر لك برضو مشاريع تشتغل عليها، من حاجه انت اصلا نفسك تعملها عامه وعندك شغف ليها، وحد صاحبك مثلا باك خلاص والديزاين كده كده مش قصه يعني، هتشتغلوا عليه وتعملوا برضو مشروع. تمام. انا في السؤال ده هتكلم يعني خليني اقول لك بشكل مباشر. لو انت عاوز تعمل مشروع، لو انت عاوز تتدرب يو اي، ادخل على فيجما كوميونتي وابدا ابحث عن اي فكره انت عاوز تشتغل عليها. ده مجرد يو اي بس. انا دلوقتي عاوز مثلا وليكن انا عاوز اعمل اي كوميرس مثلا، لان دي الحاجات يو اي كوميرس، لان دي اكتر حاجه مشهوره. هدخل اعملها ازاي؟ ادخل على فلاتر كوميونتي، على فيجما كوميونتي اسف، هتبحث فيها على الاي كوميرس، اكتب اي كوميرس هتلاقي مليون يو اي عندك جاهز. ابدا اشتغل عليه وصممه وارفعه جيت هاب وضيفه على في السي في بتاعك. ده كيو اي. طيب كافكار اصلا، لو حاجه لوكال ادخل انت وشات جي بي تي بقى، او اي اي تول انت بتستخدمها، او اي اي ايجنت انت بتستخدمه، وابدا اساله قول له انا دلوقتي عاوز اعمل فكره تعتمد على مثلا الهايف مثلا، او الاس كيو اف لايت، ايا كانت الفكره اللي انت عاوز تشتغل عليها، وعاوزك تقترح لي شويه افكار. وابدا اقول له، هيقول لك مثلا فكره عامه، اقول له لا انا عاوزك تتعمق فيها شويه وتقول لي السكرينز هتبقى عامله ازاي. ده احد الحاجات. حاجه فيها اي بي ايز، اول حاجه ادخل اكتب على جوجل فري اي بي ايز، هتلاقي حاجات كتير قوي فري تجرب عليها. زي ما سامي قال فيك ستور اي بي اي مثلا، ده تقريبا ده الاي كوميرس، الاي كوميرس لو انت عاوز تتدرب عليه. اسال شات جي بي تي برضه، هتلاقيه عارف حاجات ممكن يكون انا مش عارفها يقول لك عليها. تبدا تدرب نفسك. ونصيحه، اتدرب على الحاجات المشهوره. يعني ايه الحاجات المشهوره؟ ايه اكتر حاجات في الشركات؟ اسال اللي حواليك. يعني مثلا خلينا نقول الاي كوميرس مثلا، حاجه مشهوره جدا دايما كل الناس بتستخدمها. تلاقي دايما في معظم الابس، في ابس كتير بنشتغل عليها يقول لك اعمل شات اب، اعمل انت شات اب، بس بيبقى مش مجرد فيتشر بسيطه، يعني اعمله بشكل كويس بيو اي احسن من اللي موجود في معظم الدنيا. الاي ليرنينج موجود، بتلاقي مثلا منصات اي ليرنينج كتير وناس كتير طالباها. في حاجه لها علاقه بالفاينانس مثلا، مجال حلو قوي يعني شوف الحاجات المشهوره، شوف فاينانس كويس برضه. فدي الحاجات اللي انا انصحك بيها. طيب هنختم بقى باخر سؤال معانا. طيب ما قبل فلاتر، اللي قبل فلاتر عامه قبل اي فريم ورك، لان هي الفريم ورك دي في النهايه تول وابستراكتد قوي وبتعمل حاجه بسرعه وسريعه. طبعا البيزكس دي اللي انت خدتها في اي كليه، طبعا او بي كويس، بيزكس حتى اللغه اللي انت هتشتغل بيها كويس، حتى فاندمنتالز البرمجه بشكل عام كويس يعني. دي حاجات هتسال الجوريزمز طبعا وداتا ستراكشر، وتبقى فاهم كل حاجه شغاله ازاي،
من تحت قوي بقى يعني تمام. طبعا سوليد بشكل حلو. لو حد حتى كمبيوتر ساينس او كان خريج حاسبات يعني كل مواد الكليه كلها مهمه لو انت ذاكرتها فعلا بشكل الصح او استفدت منها يعني مش جاست عشان تقدير او حاجه يعني. فكل الحاجات دي مهمه قبل اي تول مش فلاتر بس يعني. ودايما تبقى فاهم بجد الفريم ورك شغال ازاي. الفريم ورك يعني ايه طبيعه عمل الفريم ورك شغال ازاي. عندنا مثلا فلاتر هو كده كده سنجل ثريد. طب سنجل ثريد ازاي بيهندل كل اوبريشن ده؟ في حاجه طبعا اسمها ايفنت لوب وايفنت كيو ومايكرو تاسك كيو. التاسكس بتضاف الايفنت كيو وبتبتدي بقى الايفنت لوب ده يدور عليها. كمان هي اسينكرونس لان مش هينفع يعمل بلوك للمين ثريد. تبقى فاهم دايما الفريم ورك ده اصلا شغال ازاي بشكل عام يعني تمام. فده قبل اي فريم ورك عامه او قبل تول لازم تكون فاهم اصلا بيزكس البرمجه نفسها كويس يعني. وطبعا يعني لو حبيت بقى يعني هايلايتس معينه هي دايما كل المواد الكليه بس بالتالي دي البيزكس انت المفروض تتعلمها قبل اي فريم ورك مش شرط فلاتر بس. طيب انا برضو يعني طبعا مش مختلف مع سامي في الحاجات اللي هو قالها دي. طبعا الاساسيات لازم تبقى فاهم يعني. طبعا خليني اقولها لك بشكل صريح، تلاقي الناس دايما يقول لك روح اتعلم فلاتر يعني على انها حاجه سهله وان انت هتتعلم حته فريم ورك تكنولوجي تعمل لك ابلكيشن وتشتغل. طبعا يعني 99.9 من الناس دي ما بتكملش اصلا. وده انا شايفها لان انا في السوق وبشوف الناس بتدخل تكلمني ازاي. وناس يعني انا في ناس بتيجي يعني مثلا بمناسبه ان في كورس مثلا ما بيبقى نازل كوبونات او حد داخل يشتري الكورس، اول سؤال بيساله انا هخلص الكورس ده واشتغل؟ لو دي اول يعني هعرف منين؟ يعني انا رزقك يعني اجيبها لك ازاي؟ فلازم يبقى يعني الصراحه لازم يبقى عندك اول حاجه قبل ما البيزكس والحاجات دي كلها لازم يبقى عندك شغف. والشغف حب للمجال. يعني ايه حب المجال؟ ما انتش داخل يعني اصل في ناس بتبقى في مجالات تانية خالص وبعيده ده مش غلط. وناس كتير مش تبع المجال اصلا مش سوفت وير انجينير ولا كمبيوتر ساينس وانا منهم. انا خريج ميكاترونكس اصلا هندسه. فاكر ان هو مثلا هو شغال وتعبان في الشغلانه بتاعته فاكر ان هو هيتعلم طول بكره الصبح بعد شهرين 3 وهيشتغل وارتاح في حياته والدنيا بقت تمام. وهي ما بتجيش كده. كل دي اكسبيرينسز وحاجات بتيجي مع الوقت. فلازم تبقى عارف ان انت قبل ما تبدا ان انت هتطور. يعني انت ممكن تقعد تخلص الكورس في 6 شهور وتقعد 6 شهور بعدهم عما تدخل شركه طبيعي شويه. فلو انت ما عندكش الصبر ده يعني هتبقى اتعلمت في الفاضي. لان في ناس كتير بتستسلم بدري. يعني انا في ناس بتدخل زعلانه انها بتقدم بقالها شهر مثلا وما حدش رد عليها. ده ايه ده؟ طب ده احنا السوق بتاعنا مليان. يعني انت ممكن تقعد 3 شهور وما حدش يرد عليك اصلا واكتر. وعما تدخل شركه ممكن تدخل في رينج السنه عادي يعني عشان ما تلاقي فرصه كويسه جدا ليك ممكن تاخد اكتر من سنه انت قاعد بتقدم. لان كل اللي بيجي لك حاجات اي كلام. يعني عما بتبقى تبعت مثلا 100 ايميل في 100 جوب معينه مثلا هيرد عليك منهم 10 منهم واحده اللي كويسه. وده على المدار بقى. يعني اول قبل ما تبدا مش هقول لك بقى البيزك. مش هقول لك ده حقيقي يعني. مش هقول لك بقى البيزك انا اخر شركه عشان منها قعدت عشان انقي شركه كويسه. انا قعدت تقريبا سنه بنقي يعني سنه نفس المده. فانا قاعد انا الحمد لله شغال بس عاوز لما انقل على شركه تبقى افضل من اللي انا فيه. فكنت بسال كويس على كل شركه بيجي لي منها اوفر او اي حاجه لغايه لما الحمد لله الواحد رسي على مكان كويس هو مرتاح فيه. انا معلش انا اطول في اخر السؤال ده بس يعني ايه عشان بس تبقى الناس واضح ليها الموضوع اكتر. فقبل ما هقول لك بيزكس او بي والكلام ده كله انا هقول لك لازم تبقى عارف ان انت داخل تراك طويل ولازم وهيقابلك فيه مشاكل وحاجات صبر. يعني محتاج صبر ومحتاج انت هتتفحت يعني من الاخر. يعني لو ما عندكش استعداد ان انت تقابلك مثلا مشكله لان برضه دي حاجه بقابلها. تلاقي ناس مشكله مثلا حصل له مع بقى لها نص ساعه مثلا داخل زعلان قوي كده. يعني انا عارف انا الصراحه ببقى عارف حلها بس ما بديلوش الحل. انا عاوزه يدور بقول له طب ما تشوف في الحته دي اقول له اقرا في بتاع روح شوف الفيديو ده مع ان انا شايف الكود وممكن اقول له صلح دي بس مجالنا ما بيمشيش كده. ولو فضلت معتمد على الاي اي مثلا ان هو هيديك حل المشكله هتيجي قدام اصلا وهتلاقي الاي اي تولز دي بتخرف معاك. يعني انت ادي الشات جي بي تي كده اسم باكج مش موجوده اصلا هيقول لك الباكج دي مش موجوده لا هتلاقيه كمل وعمل لك امبلمنتيشن وقال لك اشتغل يعني طبعا ممكن تتطور مع الايام بس في وقت الفيديو ده يعني لو انت بتشوف ادخل اكتب اي تول ما انتش عارفها اي اسم الفه من دماغك اقول له اعمل لي امبلمنتيشن دي ايه مثلا دي باكج بيمنت جيت واي هتلاقيه كمل وخلص الاخر يعني. يعني انت ممكن تاخدها كوبي بس وتبقى مستغرب انها مش شغاله ازاي.
فطبعا لو دي حاجه زي دي ظهرت عليك مثلا وانت شغال في الشركه هيبان قوي مين اللي فاهم ومين اللي مش فاهم. والاي اي تولز على قد ما هي بتساعد على قد ما هي بتبين قوي الشخص اللي فاهم والشخص اللي مش فاهم، بغض النظر طبعا ان في ناس بتاخد الكود كوبي بيست وبتلاقي مثلا ضع هنا مش عارف ايه وتلاقيها موجوده عندك حاططها في الكود وسايبها لو ضع هنا واحنا بنشوفها وراه. يعني اسفين طبعا على الدوشه دي. فزي ما قلت لك انت هتذاكر تراك طويل، ولو حد قالك انا بقول لك الفيديو لو ده، او لو انت ده فيديو مثلا تعريفي ليك او انت اول مره تشوف الفيديو ده وعايز تاخد فكره عن فلاتر، لو انت فاكر ان الدنيا هتبقى سالكه، لو فلاتر ده زي ما بيقولوا كده لعب عيال او تركيب مكعبات مع بعض كده وتبقى عملت اب، يعني ما تكملش، هتبقى ضيعت وقتك في الفاضي. ايه عارف مين قال كده؟ يعني اللي يقول مش مهم يعني. بس انا بقول لك اللي بيتقالوا، وده دي فكره في دماغ ناس كتير يعني. يعني في كذا فريم ورك كده محطوط في دماغ الناس ان دول اسهل حاجه انا هتعلمهم واشتغل. وده خلى العدد كتير، بس دي حاجه ما تقلقش، لان اللي يعني الحمد لله الواحد في شركه وبيعمل انترفيوهات لناس كتير جدا. يعني لو عدى 20 واحد، يعني لو طلعت منهم 2 كويسين مؤهلين ان هم يشتغلوا كويس، يعني ما ده تعرف يا عبد الله انا عملت ال10 انترفيو كلهم بسالهم اول سؤال دايما بساله لهم فلاتر سنجل ثريد ولا مالتي ثريد، بجد ما فيش ولا واحد منهم جاوبني. وده بيزك بجد، انت تبقى فاهم بس الفريم ورك شغال ازاي. فهو المغزى من كلام عبد الله ان لو انت في الاول بعد اذنك ابعد عن اي اي تول بجد، اتعب بس في الاول. احنا كنا بجد انا كنت بقعد ايام، كنت ممكن اقعد اسبوع بس عندي مشكله، بس هي في النهايه الحاجات دي بتخلق منك فايتر، بتخليك حتى فارق بعد كده لما تروح مكان حتى لو هو شغال هادي تبقى انت فارق عنهم قوي يعني، ولا اي حاجه. شكرا فبتبقى يعني بتبقى فارق جدا عنهم. يعني لو انت مش معتمد على يعني احنا على ايامنا كانت لسه التولز لسه ما ظهرتش قوي، كنت فعلا بطول جدا في حل اي مشكله وعادي ما كنتش بزهق وكنت اكمل وتمام. فبجد ده فرق معايا بعد كده، فرق معايا بشكل كبير يعني، لان هي السكيل دي هي اللي تخليك مستمر وتخليك فارق عن اي حد، ان انت تكون عارف في مشكله هتقابلك وتكون عندك السكيل الواضحه. ودي على فكره بتنمو عادي يعني، انت بس كل ما تقابل مشكله وتحلها، مشكله وتحلها هي خلاص بتبان عندك منتلي اللي انت بتكون عندك السكيل دي فعلا بتكون قادر تحلها. ودي اصلا اللي هتفرق ما بينك وبين اي حد تاني يعني. فبلاش في البدايه ان انت تعتمد على اي ايجنت خالص، وحل مشاكلك بنفسك افضل، لان هتيجي مشاكل مش هتنفعك فيها اي تولز خالص يعني. فده نصيحتي ليك، وهي دي القماش اللي بتفرق شخص عن شخص تاني. بس فده هو قصد عبد الله يعني. طبعا احنا خلصنا الفيديو ده كده يعني كفايه كده النهارده، غير محضر خالص يا شباب والله، بس يعني باذن الله نكون في النهايه. لو في اي حاجه مش متظبطه في الفيديو يعني يا ريت تسامحونا. ونتمنى الفيديو ده يكون فاد الناس، ولو عجبتكم البلاي ليست دي اكتبوا لنا في الكومنتات، وزي ما قلت لكم اكتبوا في تحت في الكومنتس الاسئله، لو عندكم اسئله عاوزين نجاوب عليها اكتبوها تحت في الكومنتس، وان شاء الله نجمعها ونكمل على البلاي ليست دي، حتى لو ما عرفناش نتقابل تاني، لان احنا بنتقابل كل سنه مره يعني، ممكن نعملها تبقى زوم او اي ميتنج او اي حاجه باذن الله. اتمنى الفيديو ده يكون فاد الناس تاني. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.